بعت لي يا حاج حضرتك. اهلا اهلا بالعريس، اتفضل. اهلا اهلا اهلا. اهلا بيك يا حاج. تمام الحمد لله. تمام زي الفل زي الفل. طب الحمد لله. على فكرة انا كلمت الوزير، شكرته على الليلة الحلوة، واتكلمت معاه برضو في شوية تفاصيل. طول عمرك صاحب واجب يا حاج، حلو كده. حلو ان شاء الله. بس انت عارف معالي الوزير طلب مهر بنته كام بقى؟ كام يا حاج؟ 30 مليون جنيه. ايه؟ ليه؟ ليه 30 مليون ليه يا حاج؟ ايه يا ابني ايه ده؟ 30 مليون ايه؟ اقعد خليني اعرف اتكلم. اقعد خليني اركز، انا هقول لك كل حاجه. انا بس اللي حضرتك بتقوله ده يا حاج برضه ما اسمع يعني. اسمع وافهم، ما تستغلاش الحاجات. الله، ايه يعني؟ ما انت كنت فاكر انك هتدفع كام؟ يا ابني احنا لو ركزنا معاه ال 30 مليون جنيه دول هنقلبهم من وراه في سنه واحده. المهم شطارتك انت بقى. قصد حضرتك ايه بقى؟ دلوقتي انا قصدي انك هتكتب لي وصولات امانه بالمبلغ ده، سليم؟ لا مش سليم يا حاج طبعا. لا سليم ونص. يا ابني انت هتكتب لي دلوقتي وصولات امانه بال 30 مليون لغايه ما تقلبهولي واكسب منه قدهم مرتين. ساعتها هسلمك الوصولات دي وفوقيهم بوسه. يا حاج ازاي بس؟ ده احنا لسه اولكش، هنكلمه في الشغل كده يقول ازاي بس يا حاج؟ يا ابني مفيش اولكش ولا حاجه، انت مش فاهم حاجه. الناس دي كل حياتها هات وخد، والا هيعتبرونا خشنيه ومش فاهمين حاجه، فالراجل يقفش منك. انت تتكل على الله كده وتقعد معاه تقرا الفاتحه وتفتحوا في موضوع ارض الصحراوي. دول 2000 فدان، 2000 فدان. لو سلكتهم باسمي يبقى مهر عروستك ده هديه مني، انما لو طلعت خايب هيبقى لك عندي حساب تاني خالص. لا 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 لا، اذا كان الموضوع هيبقى فيه هديه ده انا اسلكهم لك من اللي جايبينه كمان. حلوة ولا انا بحبك. خلي بالك بس ميعاد ال 2 مليون جنيه قرب، لو دخلت بيهم عليا هحبك قوي. هو انت ما بتنساش حاجه ابدا؟ يعني هما ال2 مليون دول اللي هيخلوك تحبني يا حاج؟ 2 مليون ايه؟ انا مش مادي ابدا. انا كل اللي يهمني في الحياة الفلوس وبس.